ليس كل ما أراد الله يحبه، وليس كل ما أحبه الله يريده. فإذا قال قائل ليس كل ما أراد الله يحبه فيه إشكال، كيف يريد ما لا يحب؟ نعم، نقول يريد ما لا يحب للحكمة والمصلحة التي تقتضيه، فالمعاصي لا يحبها الله، المعاصي لا يحبها الله، ولكنه إيش يريدها، وقعت بإرادته الكونية لكنه لا يحبها. طيب كيف يريدها وهو لا يحبها؟ نقول المصلحة. ألم تسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما ترددت بشيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. فهنا أراد سبحانه وتعالى ما يحب أو ما يكره؟ ما يكره، لكن لمصلحة لا بد منها. ونظير ذلك في المحسوس أن الإنسان يأتي بابنه إلى الطبيب فيقرر الطبيب أنه لا بد من كيه بالنار، فيحمل حديدة حتى تكون جمرة ثم يكوي بها ابن الرجل. وهل الرجل يحب أن يحرق ابنه بالنار؟ لا، يكره ذلك لا شك، لكن أحب إحراقه بالنار من أجل مصلحة أعظم من ذلك وهو شفاء الولد. فالله عز وجل قد يريد ما يكره لحكمة تقتضيه، وقد يكره نعم وقد يحب ما لا يريد، قد يحب ما لا يريد. يحب منا أن نكون مؤمنين به قائمين بأمره، ولكن قد لا يريد ذلك لمصلحة أيضا. فإن الله تعالى قسم العباد إلى قسمين: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولو جاء الناس على ما يحبه الله عز وجل لم ينقسموا إلا إلى قسم واحد، ولا بطلت الحكمة من خلق النار والجنة، ولا بطل الجهاد في سبيل الله، وبطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبطل الامتحان الذي يمتحن به العباد ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فتبين بهذا أنه لا ارتباط بين المحبة والإرادة، قد يجتمعان في شيء وقد يفترقان. فطاعة المطيع حصل فيها اجتمع فيها الإرادة والمحبة، ومعصية العاصي الإرادة دون المحبة.